السلام عليكم جمهورنا الغالي، جمهور ومتابعين الدكتور ابراهيم ومتابعين صيدلية غصن البلوط. قبل كل شيء انا مشتاق لكم والله يحفظكم وباع النتائج. خير من الله، لا ضغط لا سكر، يعطيكم الصحة والعافية ان شاء الله، وادعونا بالصحة والعافية. اليوم احنا نركز على جودة المنتج مالتنا. صار اكثر من سنة نحكي بهذا الموضوع ونسولف. موضوع التنحيف اللي عندنا احنا ما شاء الله وكلكم تعرفون، وكل متابعين يعرفون، كل اللي يجربونه يعرفون شنو المواد اللي نستخدمها وش تنطي صحة وشون النتيجة مالتها مضمونة. اليوم احنا مو مسؤوليتنا احنا بس، مسؤوليتكم انتم المتابعين ايضا. اكو قضية كلش مهمة. انا من الناس اللي اكثر من مرة اعلنت، صديقي وحبيبي الدكتور ابراهيم وغصن البلوط، قاعد تجيني اتصالات يسألوني على موقع الصيدلية. ليش قلت لكم مواقع؟ لان صار اكثر من موقع، اكو بمحافظات العراق كلها بيجان دا ينشرون تفضلوا على غصن البلوط وتعالوا على غصن البلوط. طبعا كلها مواقع وهمية، والمشكلة انه الناس دا تتابعهم ودا تراسلهم، وهم ايضا دا يدزون منتج هاي الناس اللي دا تراسلهم باسم غصن البلوط، وهاي كارثة كبيرة. ليش؟ لان احنا ما نعرف ايش دا يصير، هذه المواد ما نعرف ايش دا تسوي بالمستخدم، فدا يحملون اسم غصن البلوط. ارجوكم ومن خلالكم انتم، هاي مسؤوليتكم مو بس مسؤوليتنا احنا، تركزون على هذا الموضوع. اكو مواقع وهميه قاعد تحكي بصيدلية غصن البلوط، انت ما قاعد تعلن على معمل مال اثاث او معمل مال عطور، انت قاعد تحكي عن صيدليه، هاي تدخل على صحه البشر. فارجوكم ساعدونا بهذا الموضوع. صيدلية غصن البلوط موقعها واحد اللي هو العامريه، شارع العمل الشعبي، وايضا تليفونهم واحد وكلكم تعرفوه معروف. غير هذا الرقم لا حد يتصل ولا حد يراسل ولا حد يطلب منتوج من المواقع الوهميه اللي باسم غصن البلوط. ودكتور ابراهيم هو دكتور واحد، اي دكتور يحمل موضوع غصن البلوط هذا موضوع كاذب، مع احترامي للكل. فارجوكم ركزوا لي على هذا الموضوع، وخلوا ببالكم شغله، دكتور ابراهيم وغصن البلوط دومها بخدمتكم. محبتي واحترامي لكم وتقدير العالي. تحيه عسكريه.